السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معادنا معاكم من كل خميس زي ما وعدناكم كورس الستان ومفنن الستان وابداع الستان. النهاردة ان شاء الله باذن الله هنعمل معاكم توكة جميلة جدا اللي هي ودن القطة او اللي هي الارنب. معاكم كمان الفيونكة. الفيديوهين اللي فاتوا اللي محدش شافهم احنا عملنا الفيونكة وعملنا الفراشة، فلو محفيش حد شافهم هحط لكم فوق في الايد او في صندوق الوصف. دي توك الفيونكة، ودي معانا واحدة اهي. هعمل معاكم التانية من اللي هي ودن القطة عشان تقدروا تشوفوها براحتكم. دلوقتي زي ما انتم شايفين هنبدأ مع بعضينا التوك الجميلة دي للأطفال، لشغل المدارس، لأي مناسبة. بجد حلوة قوي وعملية جدا. هاخد معاكم فوشيا عشان التوكة بتاعته متاحة معانا. بصوا 7 سنتي، يا رب تكون باينة معاكم واضحة اهي. 7 سنتي يا جماعة. في شرطة في النص اهي، هاخدها جنبيها واعملها زي ما عملنا في الدبابيس المرة اللي فاتت. هنعمل كمان في التوك. هاتني نفس التانية دي، بس المرة دي انا هقص معاكم شريط شريط. تمام. هاتني التاني اهو، واخدت برضو ايه شريط شريط. هعمل معاكم بالولاعة زي ما برضو متعودنا وعرفنا خلاص ان احنا هنعمل الحاجات دي عشان متنسرش معانا ويفك مننا الشغل. بصوا بقى يا جماعه طبعا شكل الفيونكة خلاص انتوا عرفتوه. ودن القطه دي او الارنب دي انا هعملها لكم. بصوا هحط الطرف ده على الطرف ده. تمام شايفينها واضحه. هتنيها الناحيه التانية كده اهي، بقت عامله زي شكل مثلث. شايفينها اهي شكل مثلث يا جماعه. هاجي في الطرف من تحت وهخيطها بالخيط زي ما عملنا في الدبابيس المره اللي فاتت بنفس الطريقه. وبعد ما اخيطها هعمل برضو التانية زيها. آه اللي لسه شايف الفيديو دلوقتي معانا ولسه متابعنا دلوقتي، يا ريت تدوسوا لايك وكمان اشتراك في القناة علشان ان شاء الله باذن الله يوصلكم مننا كل جديد وكل ما هينفعكم باذن الله. هبدأ معاكم التانية اهي. هحط الطرف على الطرف. تمام. وهرجع اقلبها الناحية التانية. جربوها مرة واتنين لحد ما تيجي معاكم بقت شكل مثلث اهي. وبرضو هخيطها من تحت. جربوها يا جماعة مرة واتنين وتلاتة لحد ما تيجي معاكي. لو هي ما جاتش معاكي من اول مرة فما نزهقش ونتضايق من اي حاجة احنا بنعملها. المحاولات الكتير دي بتخليكي ناجحة في اللي انت عايزة توصلي له، وفعلا بتوصلي له. فرجاء ما حدش يزهق يا جماعة. اعمليها مرة، اعمليها التانية التالتة اهي. بصوا سحبت الخيط زي ما عملت في الدبوس بالظبط. اول ما سحبت الخيط الشكل اتلم على طول وعمل لي شكل اللي هي ودن الارنب دي او القطة اهي. هلفها بقى عليها عشان اقدر اثبتهم مع بعضهم هما الاتنين. وهرجع برضو اعمل نفس العقدة اللي بعملها دي عشان الخيط ميفكش مننا. تمام. اتمنى ان شاء الله تكون الحاجة سهلة بالنسبة لكم، وقدرت ان انا اوصل لكم المعلومة او اوصل لكم كل تفصيلة. فلو في اي حاجة واقفة معاكم او محتاجين اي حاجة او اي سؤال انا تحت امركم. قولوا لي رأيكم في الكومنتات. اهي يا جماعة واضحة اهي. هحط عليها الشريطة دي واثبتها عليها في التوكة. انا نسيت احط الشمع على ان هو يسخن، فانا هحطه دلوقتي يسخن براحته على ما اعمل معاكم التوكة الجميلة اللي هي اللبنة دي. ف دلوقتي هيبقى نفس المقاس اللي هو ال7 سنتي. مقاس 7 سنتي يا جماعة التوك الصغننة دي. هنيجي عند الشرطة اللي هي عند ال7 من تحت وهنتنيها ونقصها، ونرجع نعمل نفس المقاس على الشريطة التانية وهنقصها برضو. تمام. هتنيها كده وهقص. وهعملها بالولاعة برضو او الكبريت او على البوتاجاز. شغل الستان حلو قوي بس عايز صبر وطولة بال. عايز إرادة، عايز إقبال على الحاجة بحب. إن شاء الله بإذن الله ربنا يحسن ما بين إيديكم. هتبقى حاجة جميلة جدا والله وممتعة. برضو هعمل بنفس الطريقة. هجيب الطرف ده على الطرف ده يعني زي السمبوكسة كده يا جماعة، وهحط الطرف التاني عليه وهقلبها هيديني شكل مثلث اهي. واضحة قدامكم؟ اتمنى تكون واضحة قدامكم.
وهخيطها برضو من تحت على الطرف زي ما عملنا في التوكة اللي هي الفوشيا. هخيطها كده وهعمل الجزء التاني برضو زيها بالظبط والحمها فيها. احنا كده خلاص فهمنا وعرفنا التوكة دي هنعملها ازاي. محتاجين اي حاجة تاني اعيدها لكم مفيش ادنى مشكلة. المهم ان احنا نفهم ونوصل اللي احنا عايزينه واحنا مع بعضينا واحدة واحدة، وان شاء الله بإذن الله هنقدر نعمل حاجة بايدينا، حاجة جميلة اهي. يا جماعة بصوا هسحب بالخيط هيديني شكل الفيونكة على طول. بصوا زي ما عملنا في الفيونكة، فانا سحبتها بالخيط اهو وادتني الشكل بتاع ودن القطة. فهشد جامد تاني كده واظبطها واروح لفة عليها. هلزق معاكم دلوقتي خلاص الشمع يسخن معانا، وهلزق معاكم اول توكة. هحط نقطة صغيرة واحط الشريطة اثبتها عليها علشان اعرف المها كويس جدا، واقدر كمان اسكنها على التوكة اهي زي ما انتم شايفين كده قدامكم. واحدة واحدة خالص ان شاء الله هتوصلوا وهتقدروا تعملوها. هحط برضو حتة حلوة كده عشان تقدر تعمل تماسك بين التوكتين مع بعض وما تفكش مننا، وهنثبتها اكتر طبعا بالشريطة. تمام انا كده خلاص اهو عملتها، وهلزق الطرفين عليها من جوه اهي زي ما شايفه قدامكم. معلش عشان بس سخنه قوي. فعلى مهلكم كمان يا جماعه اللي لسه مبتدئ، الشمع بيلسع جدا فعلا لو ما خدتيش بالك منه. فواحده واحده على مهلك وركزي كويس علشان ما تتلسعيش او تتاذي او يحصل حاجه. انا كده عملت بس الطرف بتاع الشريطه عشان ما ينسرش مننا في التوكه. يعني كده خلاص خلصت اللون ده، وهعمل اللون اللي هو اللبني معاكم اهو. وهلزقها برضو بنقطة شمع صغيرة واسكنها بالشريطة الصغيرة. تمام اهي بالراحة بس كده عشان تبقى ثابتة في النص بالظبط، وتقدر كمان تلم الخيط وتلم كمان اطراف التوكة من جوه. واحط برضو حتة كويسة جدا واثبت عليها التوكة اهو. يا جماعة شكلها جميل جدا وحلوة قوي وشكلها روعة بجد. هحط عليها برضو القطعة دي وهلزقها من جوه عشان تثبت اكتر معانا. عملية جدا حلوة قوي، بتعيش معاكي ما بتتبهدلش بسهولة. ولو اتغسلت واتسخت يعني او شكلها مبقاش لطيف، اغسليها وسيبيها تنشف على اي حاجة ناشفة سواء كان فوطة او قماشة، بعد ما تنشف استخدميها عادي. سهلة التنظيف حلوة قوي عملية. عملنا الطرف التاني اهو عشان ما ينسرش مننا برضو بالولاعة. كده خلصنا معاكم، وزي ما انتم شايفين كده الشغل قدامكم اهو. الطبق حلوة قوي يا جماعة وجميلة جدا، اعملوها لاولادكم وفرحوهم بيها. اتمنى اكون ان شاء الله قدرت ان انا اوصل لكم المعلومة والتفاصيل، واتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم يا رب. وان شاء الله اشوفكم في فيديو اخر. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يدوس على الاشتراك ويا ريت يدوس على اللايك وكومنت كمان جميل زيه. دمتم في حفظ الله ورعايته.